جنب يا رعشاص، على جنب يا رعشاص، وقف على جنب، انزل من السيارة وسلم نفسك. يا رب، أنت عالم بالحال وغني عن السؤال. تعبت وأنا ألف من شارع لشارع ومن محل لمحل، الأبواب كلها تقفلت في وجهي، بس بابك ما يتقفل. أنا أدور على شغل ومستعد لأي وظيفة عندك، أرتب البضاعة، أمسك الكاشير، أنظف، أي شيء تطلبه مني أنا قدها، وأهم شيء عندي أشتغل بالحلال، فالله يخليك شغلني عندك بالمحل. والله يا ولدي ما عندي شيء، والوضع هالفترة واقف، الله يرزقك ويفتحها بوجهك من واسع فضله. مساك الله بالخير يا أخوي، تكفى، محتاج شغل، عندك أي شغل مستعد أشتغل يلي تبي حتى أنظف. للأسف والله يا أخوي ما عندي شغل، الله يرزقك ويسهل أمرك. يا غالي الله يخليك، ما عندك أي شغل بالبقالة؟ لو بس أرتب الرفوف أو أشيل الكراتين، أي شيء. والله يا أخوي البقالة صغيرة ومثل ما أنت شايف ما تحتاج، أنا ماسكها بنفسي ويدوب ممشي الحال، الله يسهل أمرك ويرزقك باللي أحسن منها. يا ربي، ضاقت وما لها غيرك فرج. هذا مو فيصل؟ إي والله ملامحه ما تخفى علي، فيصل زميلي أيام الدراسة. أوه عبد الله، هلا والله وغلا يا أخوي، كيف حالك؟ بشرني عنك، وين مغيب لها يا رجل؟ زمان عنك. أنا بخير ونعم الحمد لله، بس قول لي أنت وش فيك جالس هنا والوجع باين في عيونك؟ عسى ما شر يا فيصل، وراك مهموم. والله يا عبد الله ما أخبيك، الدنيا صاكة في وجهي هالأيام، لي كم شهر أدور على وظيفة، واليوم بالذات تعبت رجلي وأنا ألف على المحلات والبقالات، أبي أي لقمة عيش بالحلال وكلهم يردوني، ضاقت فيني الوسيعة يا أخوي وما حصلت شيء. وأنا خويك وموجود، لا تشيل هم، اعتبر موضوعك منتهي. صدق يا عبد الله، تكفى لو في أي شيء تدبرني فيه؟ أبشر بسعدك، أنا الحين أشتغل مع تاجر تصدير وتوريد، بكلم عمي اليوم وبإذن الله يدبر لك عمل معنا. الله يجزاك خير يا عبد الله ويفتحها عليك، والله ما تدري كيف كلامك هذا أحيا فيني الروح. يا رجال ما سوينا شيء، هذا واجب الخوة. يلا سجل رقمي عندك وأعطيني رقمك وعين خير، أول ما أكلم عمي وأرتب الأمور بتصل عليك. يلا أستاذنك الحين أبمشي. سبحان مغير الأحوال، سبحانك يا رب ما أكرمك. قبل شوي كانت الدنيا سودة بعيني، والحين فرجت من حيث لا أحتسب، جاني رزقي لين عندي.
اسمع أنت وياه، ركزوا معي زين وصحصحوا. البضاعة هذه والكراتين تترتب أول شيء تحت في أسفل صندوق السيارة. رصوها زين عشان ما تتحرك ولا تطلع صوت مع المطبات. بعد ما تخلصون رص البضاعة تحت، جيبوا قوالب التبن هذه ورصوها فوقها. أبي الصندوق يبين من برا كأنه محمل تبن وبس. غطوا على الفراغات كلها وما أبي أي أثر للكراتين يظهر لا من الجوانب ولا من وراء. يلا همتكن وخلصونا بسرعة قبل الفجر. أرحب. هلا والله يا عبد الله، مساك الله بالخير. هلا فيصل، صرنا بصباح الخير، الوقت الحين فجر. اسمع، أبشرك كلمت عمي وضبطت أمورك وضغطت عليه لين وافق، وشغلك معنا جاهز من بكرة بإذن الله. اسمعني زين وركز معاي، أبيك تصحى الصباح بدري وتجيني على الموقع اللي برسلك إياه الحين على الواتساب. لا تتأخر ثانية واحدة، الشغل عندنا بالدقة وأنا محتريك هناك عشان تستلم الموتر وتبدأ شغلك. أبشر يا أخوي، والله ما تطلع الشمس إلا وأنا عندك في الموقع، واعتبرني من الحين جاهز وصاحي. كافو، وهقوتي فيك ما تخيب. انتظرك الصباح، فمان الله. يمه يا يمه، وينك يا غالية؟ أبشرك بالخير. هلا يا ولدي، وش هالعجلة وش هالبشارة اللي من الفجر؟ عسى ربي يفرح قلبك. الحمد لله يا يمه، تيسرت، لقيت شغل، وواحد من زملائي ضبط لي أموري مع عمه، واليوم أول يوم لي. أنا الحين طالع ورايح لهم. الحمد لله اللي ما خيب رجاك يا ولدي. يلا لك الحمد والشكر. اقعد لحظة بس، الفطور على النار وقرب يجهز، ما تطلع إلا وانت ماكل لقمة. الرجال قال لي بالدقة ولا تتأخر ثانية، وأخاف أتأخر على الموعد في أول يوم وتخرب الأمور. باخذ لي أي ساندويتش وعصير من المحطة في الطريق، مو مهم الأكل، المهم دعواتك لي يا أمي، تكفين لا تنسيني. روح ربي سهل دربك، عسى ربي يفتحها عليك فتوح العارفين، ويكفيك شر عيال الحرام، ويرزقك من واسع فضله. تيسر يا ولدي، محروس بحفظ الرحمن. الموتر جاهز ومحمل ومفول بنزين، وما عليك إلا تمسك الدرب. اسمعني زين يا فيصل، الحين بتمسك الخط، وإذا صار وقفتك دورية أو تفتيش في الطريق أبيك تكون رجال وثقيل، لا تخاف ولا يرتبك فيك عرق، خلك طبيعي ورايق. وإذا سألوك وش محمل قل لهم محمل تبن للحلال وموديها للبر في المزرعة. أبشر بساعدك، لا توصي حريص يا أخوي، أخوك كفو وما يهزني ريح. بس غريبة يا عبد الله، ليه كل هالتشديد والتحذير؟ ترى في النهاية حمل تبن، يعني ما أظن الدورية بتدقق في حمل تبن للحلال. فيصل، اسمعها مني قاعدة من أول يوم، شغلنا هنا تمشي فيه على كلمة واحدة، نفذ ولا تسأل كثير، لا تدقق في التفاصيل ولا تكثر أسئلة، سوي اللي أقول لك عليه وبس، والرزق بيجيك لين عندك. مفهوم؟ مفهوم يا عبد الله، خلاص أبشر باللي يرضيك، عطني المفتاح وتوكلنا على الله.
الإثبات ورخصة الموتر ورخصة القيادة. طلع كل أوراقك. والله يا أخوي تصدق عاد كنت مستعجل، طلعت ونسيت المحفظة والأوراق كلها بالبيت. والله ماني متعمد لكن نسيتها، وجل من لا يسهو. كيف تطلع بالموتر وتمسك خط بدون رخصة ولا إثبات؟ طيب الموتر باسم مين؟ وهالحمولة وش هي؟ ووين رايح بها؟ مثل ما انت شايف يا طويل العمر، محمل تبن للحلال وموديها للبر جهة النفود، حلالنا هناك. وش فيه ذا العسكري موقف البدوي؟ ما يشوف الرجال محمل تبن وعلف للحلال، وش حاده يعطله فيها الشمس؟ يا عسكري يا عسكري، هيه تعال تعال هنا عندي. وش فيك معطل الرجال وواقف تحقق معاه؟ ما تشوف عيونك الموتر واضح محمل تبن ورايح للبر. اطلع يا خوي اطلع وروح، توكل على الله ودربك سمح. والله السالفة فيها إن ما هي طبيعية أبدا. عبد الله يوصيني ويحذرني خلك ثقيل، وإذا وقفوك لا ترتبك وقل لهم تبن. وجيت عند النقطة والعسكري يوقفني ويطلب أوراق وأنا ما عندي لا إثبات ولا رخصة، والموتر باسم غيري. يعني لو غيري كان الحين محجوز في التوقيف والموتر مسحوب بونش. لا، وفوق هذا كله يجي ضابط النقطة بكبره ورتبته ويمشيني فزعة كذا بدون حتى ما يشوف هويتي. ما دخلت راسي هذه، والله العظيم في شيء مش فاهمه، السالفة وراها سر كبير. لا يا ولد، وش هالهواجيس؟ استغفر الله العظيم، بس تعوذ من إبليس يا فيصل ولا تصير موسوس، تراه تبن وعلف للحلال. الضابط شافني بدوي ومستعجل ورحمني. إي نعم، هذه ما يبي لها كلام، هذه دعوة أمي الغالية وهي ترفع يدينها لي من الفجر. ربي استجاب لها وسخر لي هالضابط ويسر دربي أموري. الحمد لله والشكر لك يا رب. خلني أمشي وأوصل هالحمولة وأخذ رزقي وأنا ساكت.